القنوات الأجنبية التي ستدعونها غدا سيد قعيم هي نفسها القنوات التي نقلت خبر مغادرة الزعيم الليبي معمر القذافي إلى فنزويلا، لكن كذبت مباشرة. العربية كذبت، والبي بي سي العربية كذبت، والسي ان ان كذبت. لا، هو التكذيب لم يأتي من وسائل إعلام، هو جاء من شخصيات أخرى وجاء من مسؤولين فنزويليين. السؤال فقط، اسمح لي سيد قعيم، لا اسمح لي فقط سيد قعيم، اسمح لي فقط سيد قعيم، يعني طالما اسمح لي فقط، اسمح لي سيد قعيم، طالما أن نحن سنتعرض إلى امتحان من حضرتك لمدة يوم، وإذا نجحنا في هذا الامتحان بحمد الله ستوجه إلينا دعوة، يمكن تعطينا بالضبط يعني كيف يمكن أن نعرف نجحنا أو لا نجحنا؟ هل تعطينا تغششنا شوية عن إمكانية النجاح في هذا الامتحان؟ لا غير مسموح لك بالاستهزاء. لا ليس استهزاء، هو سؤال سيد قعيم. تعرف المهنية. لا سيد قعيم، هو سؤال يعني كيف يمكن لنا أن ننجح في هذا الامتحان؟ التغطية المتوازنة هي الامتحان. طيب التغطية المتوازنة كيف يمكن أن تكون هناك تغطية متوازنة يا سيدي سيد قعيم؟ يعني كيف تبررون قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية اليوم عن المدن الليبية؟ كيف تبررون ذلك؟ كيف أنا أستطيع وأي مواطن؟ نعم. إذا انقطع الاتصال بالسيد. لا لم ينقطع الاتصال. تفضل سيدي. لا تقاطعني. تفضل سيد قعيم، تفضل، الخط مفتوح، تفضل اتكلم. في حوار ويجب أن يكون حوار شفاف وواضح وصريح. تفضل سيدي. أولا الاتصالات لم تقطع في ليبيا. معك الاتصالات لم تقطع في ليبيا، والاتصالات ما زالت مستمرة، والدليل على ذلك اتصالكم بي الآن واتصالي بكم واتصالي بقنوات أخرى. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هناك ربما ترتيبات تخص الشركات المعنية، ترتيبات أمنية لضبط حركة الاتصالات، هذا من حقهم، وأنا لا غير مطلع على هذه الترتيبات، ولكن الاتصالات مستمرة وتستطيع أن تسلم أي مواطن ليبي على نقاله. وأنت تتكلم فيه الآن يا أخي، أنت تتصل به الآن والناس يتصلوا، وكيف يبعثوا في اليوتيوب؟ بأي طريقة تبعث بعض الرسائل النصية؟ كيف تبعث؟ نحن نتحدث عن قطع الاتصالات عن العاصمة طرابلس، بعض المدن يعني هناك مسموح فيها. الآن كيف يمكن تفسير إذا كانت هذه الأحداث أنت تكذب وقوع هذه الأحداث وهذه المجازر، إذا كانت بالفعل هذه هي الحقيقة، كيف تفسر الردود الأفعال أهمها رد الفعل الأمريكي الذي تقول فيه وزير الخارجية الأمريكية على ليبيا أن توقف حمام الدم؟ يا أختي. تفضل سيدي قعيم، تفضل. يا أختي لو سمحت يا أخ محمد، نحن رجاء أعطيني فرصة. يا سيدي تفضل يا أخي، ما حدش يقاطعك، تفضل يا سيدي قعيم. يا أخي لا يوجد حمام دم في ليبيا، وطرابلس أنا غدا أول ما يوصلوا الفرق الصحفية حيشاهدوا بمعينهم ويستطيعوا أن يعاينوا إذا كان في آثار لقصف جوي أو قصف عشوائي. أيضا في مدينة بنغازي سوف يستطيع بعد غدا أو بعدها بيومين الانتقال لمدينة بنغازي، وأيضا سوف تروا بها معينكم المخربين من المحتجين العاديين. هناك فرق بين المحتج من أجل مطالب قد نتفق أو نختلف عليها وبين من يسعى إلى التخريب، هناك فرق. أما تصريحات الآن تقولون هناك قصف، بعض الإذاعات تقول قصف على منطقة سوق الجمعة. رجاء يا أخي، هذا يثير الذعر وينشر الخوف في قلوب الناس يا أخي. بعض الناس يسكنون في غرب مدينة طرابلس، عندما يسمعون أن هناك قصف في جنوب طرابلس أو في شرق طرابلس، ما هي النتيجة التي توقعها؟ القفل البيوت والذعر والانكفاء عن النفس وعدم الذهاب إلى العمل. هذا لمصلحة من؟ ايه سيد قعيم، يعني مرة أخرى لو كان لدينا موفودون هناك وصحفيون على الميدان وإمكانية إرسال تقارير لما تورطنا في أي خبر أنت تراه غير صحيح. يعني أنت أشرت إلى أننا يمكن أن نعاين بأم أعيننا، كيف نعاين بأم أعيننا وأعيننا ليست هناك؟ يا أخ محمد اتفضل. يا أخ محمد، أنا شخصيا أقول دائما
ان المميز كذب الغطاس كما يقولوا بالمثل الليبي. الجزيرة قامت بشكل استباقي بشن حملة اشاعات ضد ليبيا، وهذا جعل هناك ردة فعل حتى ان الجماهير خرجت وتقول يا جزيرة يا كذابة، ويا جزيرة يا كذا، يا جزيرة يا عميلة، يا جزيرة يا كذا. خلى المواطنين الليبيين، ليس انا من قال ذلك. في المقابل كانت هناك شعارات تعتذر للجزيرة سيد قايم. هذا مواطنين رفعوها، لم ارفعها انا. وانا الاعلامي حتى لو اختلفت معه احترمه مهما اختلفت معه، ولكن المواطنين العاديين بردة الفعل الشعبية العادية رفعت شعارات مضادة الى الجزيرة. لماذا؟ لان هناك شعور عام بان الجزيرة تنقل اخبار غير محقق منها، وهناك شعور اخر ان الجزيرة تقود حملة منظمة ضد ليبيا لسبب نحتاج الى معرفتهم الاخوة في الجزيرة او ربما من حكومة قطر. وهذا ايضا طرح سؤال، لماذا الجزيرة لا تتحدث عن علاقة حكومة قطر بإسرائيل؟ لماذا لا تتحدث عن قاعدة العبيد والسيلية؟ لماذا لا تتحدث عن انقلاب الابن على أبيه؟ هذه مسألة فيها وجهة نظر، وفي بعض المواضيع تحدثنا في بعض على كل. هو الآن نحن لم نتصل لا يعني الآن حديثنا مش على لا اسمح لي، حديثنا مش عن العبيد. اسمح لي فقط يعني موضوعنا مش قضية العبيد. الآن لما يصير في حدث في العبيد في قطر سيكون لدينا امتحان. إذا ما حدثت تطورات كبيرة في قطر سيكون هذا امتحان للجزيرة وعلينا أن نغطي، وإذا لم نغطي فنحن مقصرون وقناة غير مهنية. الآن الحدث مش في قطر، لما يصير حاجة في قطر لنا كلام. الآن الحدث في ليبيا، الحدث في ليبيا والتلفزيون الليبي يعرض أغاني وأهازيج ورقص. هذه هي التغطية المهنية؟ مواقف من الشارع. وانا استدعي السفير القطري هذه اللحظة، سوف استدعي السفير القطري هذه اللحظة واذهب به الى جولة في مدينة طرابلس. السفير القطري الان ادعوه الى الحضور الى مكتبي والخروج في جولة في مدينة طرابلس. السفير القطري الان سوف اتوجه له بالدعوة مباشرة والخروج في جولة. ولكن السفير القطري مع احترامنا الشديد، السفير القطري ليس صحفيا وليس مراسلا، هو يلزم دولة قطر. هو يلزم دولة قطر. ممكن يرسل تقرير لوزارة الخارجية. نحن نتحدث عن التغطية صح. يعني أرجوك لا تخلط الأشياء. سفير دولة قطر أو سفير تونس أو سفير السعودية يقدم تقاريره إلى الخارجية. نحن نتحدث عن صحفيين. مرة أخرى، هل التغطية الصحفية متاحة أم غير متاحة؟ أما السفير يتجول أم غير يتجول هذه مسألة تخصه هو يعني. لا ما تخصه، هذا شاهد عيان يا أخي، شاهد عيان ويستطيع أن ينقل دعوة. دماء الليبيين غالية علينا وليست غالية عليكم أنتم. وماذا عن شهود العيان الليبيين يا سيد قايم؟ ماذا عن شهود العيان الليبيين الذين أفادونا بكل هذه المعلومات اليوم؟ مستعد أن أدفع حياتي ثمن لحياة أي ليبي آخر، ولكن أنتم حياة الليبيين رخيصة في نظركم. نحن نتحدث عن شهود العيان الذين تحدثنا إليهم على مدى كل هذا اليوم. هل تصفهم بالكذب؟ اشباع نزوة لديكم، اشباع رغبة لديكم او لدى القائمين على القناة او من يقف وراء القناة لتنفيذ مخطط. نحن لا نتحدث عن القناة، نحن نتحدث عن شهود العيان من ابناء الشعب الليبي سيدي، الذين وصفهم سيف الاسلام بالامس بانهم من السكارى، من الذين يتعاطون المخدرات. هل تضيف اليهم صفة جديدة انت اليوم؟ أنا ربما مسؤولياتي أقل بكثير، ولدي علاقة بناس عاديين أكثر من أي مسؤول آخر ربما بتدرج المسؤولية، وأستطيع أن أقول الكثير. قلت أن الشرطة ربما أسرفت في بنغازي في اليوم الأول واليوم الثاني، ولكن وهذا محل تحقيق وأنا أدعو إلى التحقيق معهم، وهذا ما حصل بتعيين قاضي للتحقيق. ولكن أنا موضوعي معكم التغطية المتوازنة والمهنية، ليس إلا. سيد قايم، ممكن تسمح لي فقط، يعني ممكن تسمح لي فقط سؤال، يعني سؤال. اسمح لي أجندة خارجية. اسمح لي فقط. أنت الجزيرة الآن اسمح لي، القضية مش قضية الجزيرة، القضية ليست قضية الجزيرة، قضية أحداث سقط فيها المئات في ليبيا، القضية ليست قضية الجزيرة. اسمح لي فقط سيد قايم، يعني الطيارين الذين لجأوا إلى مالطا ورفضوا قصف شعبهم، هل من تعليق؟
أنا أرفض أيضا قصف شعبي، وأنا أرفض. لا أنت بس، لكن أنت لست طيارا، أنت لست طيارا. لست طيارا. الطيار الذي رفض، أو مجموعة الطيارين الذين رفضوا ولجأوا إلى مالطا، هل من تعليق؟ وهذه الصور التي نشاهدها هي للطائرات الليبية التي حطت، هل من تعليق على هذه الصور لو سمحت سيد قايم؟ لا يوجد قصف. هناك مواجهة حدثت في مدينة بنغازي، هناك مواجهات اعتداء تم على أحد المرافق الأمنية في مدينة البيضاء، والضباط شرطة وأفراد دفعوا حياتهم ثمنا لذلك، وأيضا مواطنين. لكن اسمح لي، إذا لم يكن، يعني اسمح لي، إذا لم يكن هناك قصف، ما الذي يجعل هذا الطيار يذهب إلى مالطا؟ أولا هذه الطائرة أنا غير متأكد أنها طائرة ليبية، لأنها لا تحمل الأعلام الليبية، وتستطيعوا أن تتأكدوا بطرقكم. أنا لست في محل إثبات ذلك أو نفيه، لأني ليس لدي وثائق تثبت ذلك. يعني هناك صور، يعني هناك صور وصلت ونبثها الآن لهذه الطائرات، وقد طلبوا اللجوء السياسي وعليها الإشارة، وهناك إشارة في الطائرات. تؤكد صورة حمد بن جاسم مع السيدي لفني؟ نعم. هل تؤكد صورة حمد بن جاسم مع السيدي لفني في قطر في الدوحة؟ لا، ليش صورة حمد بن جاسم؟ احنا استضفناه هون سيدي لفني، واجرينا معه حوار، واجرينا حوار مع شمعون بيراز، واجرينا حوار مع باراك. مش هذا موضوعنا. يعني إذا تريد أن تتحدث عن علاقة الجزيرة بالمسؤولين الإسرائيليين، حاورنا كذا مسؤولين وقابلوا مسؤولين قطريين. يعني صحيح هذا مش سر، يعني ولم تكتشف العجلة. نحن نتحدث الآن عن طائرات في مالطا، حمد بن جاسم يلتقي بلبني أو ما يلتقي، هذا مسألة خبر وقلناه. يعني أنتم تخدمون مشروعا صهيونيا. يا سيدي نحن نخدم مشروع صهيوني. أوكي يا سيدي، احنا نخدم مشروع صهيوني ونعترف بذلك ونطلب منك المعذرة. العربي سيحكم على ذلك. باهي يا سيدي، يعني اللي احنا نخدم في مشروع صهيوني، فعلا نخدم في مشروع صهيوني. سوف نفتح. تسمح لي فقط بسؤال أخير. فعلا نحن نخدم في مشروع صهيوني، وبارك الله فيك أنك تفطنت لذلك. بس فقط سؤال أخير، متى سيتحدث القذافي إلى شعبه؟ ما دامك اعترفت هذا يكفي. لا احنا معترفين، ويعني افحمتنا على الهواء، وفعلا نحن في وضع صعب وافحمتنا. بالنسبه للقذافي متى سيتحدث الى شعبه؟ الاجنده واضحه جدا. الاجنده واضحه، اتفقنا جدا يا سيد قايم. انت قلت عنا علاقه وانا اعترفت وقلت بارك الله فيك، وخلاص انتهينا. علاقتنا بالصهيونيه انت كشفتها وبارك الله فيك. بسألك سؤال، متى سيتحدث العقيد القذافي الى شعبه؟ سؤال واضح. العقيد القذافي ابن ليبيا ومواطن ليبي ينتمي لعائلة ليبية وقبيلة ليبية. هذا عنصر جديد. متى سيتحدث ابن ليبيا؟ متى سيتحدث ابن ليبيا؟ عائلة ليبية وابن قبيلة ليبية وابن منطقة ليبية مثل بقية الليبيين. هذا عنصر جديد واكتشفناه الليلة. متى سيتحدث للشعب الليبي؟ ابن ليبيا وابن العائلة الليبية، متى سيتحدث للشعب الليبي؟ القذافي موجود وسيتحدث للشعب الليبي. متى؟ ورأيت إعلام في العربية بأن القذافي سوف يتحدث إلى الشعب الليبي. متى؟ أنا بانتظار ذلك مثلك. يعني سيدي أنت مسؤول في هذا النظام، هل تستقي معلوماتك من وسائل الإعلام الأخرى العربية والجزيرة وغيرهما من وسائل الإعلام؟ على الرحب والسعة. العربية على الرحب والسعة، لم تتورط في المشروع الصهيوني القطري، وما زالت ملتزمة إلى حد ما بالتغطية الموضوعية، وقامت بتغطية طرد المواطنين القطريين إلى السعودية. 4000 مواطن قطري طردوا وجردوا بالجنسية. العربية قامت بتغطية ما يحدث في العيديد والسيلية، قامت بتغطية ما ترعاه قناة الجزيرة من حوار بين بعض الإسلاميين والمخابرات الأمريكية. شكرا لك سيد خالد القعيم، وكيل وزارة الخارجية، وقد كنت خير ممثل للنظام الليبي. شكرا لك.